للفيديو اللي فات. القلب بتاعي معوج شويه. طبعا اللي متابعني، معلش انا اسفه طبعا عشان النضاره، عشان اللي متابعني وشاف الحلقات بتاعتي القديمه عارف ان انا تعبانه شويه بعيني. ادعوا لي بالشفاء بقى كده ان شاء الله. الحاجه الثانيه يا جماعه، انتوا طبعا مستغربين المكان برضو، اللي مش عارفه انا والفيديو هينزل الاول، بس عموما انا في المصيف. مصيف انا دلوقتي في مطروح، فطبعا مش عارفه اللي هينزل الاول من اللي هينزل بعد كده. انا بصور الفيديوهات بتاعت مطروح وانتوا رزقكم بقى ايه اللي هينزل الاول. تمام. بس انا دلوقتي لو هو هينزل اول واحد يا جماعه، انا دلوقتي في مطروح وجيت اعمل لكم فيديو النهارده عن مشترياتي في مطروح. تمام. طبعا قبل ما نبتدي كده نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت. تمام. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، يلا بينا نشوفوا انا جبت ايه النهارده من مطروح. تمام. اولا مبدئيا يا جماعه انا عايزه اتكلم على موضوع الميه في مطروح، لان موضوع الميه في مطروح ده موضوع جامد جدا. الناس يا جماعه في مطروح اللي هتسافر يعني هناك تخلي بالها من موضوع الجراكن اللي بتتعبى. الجراكن اللي بتتعبى، الميه عموما هناك اغلبها بيتعبى. يعني ايه بيتعبى يا جماعه؟ من الارض، يعني مش من الارض، يعني مثلا ايه، بواب عماره مثلا بيجمع له كام ازازه، يمد خرطوم من الحنفيه عادي وبيعبيها وبيبيعها. طبعا كلنا عارفين ان ميه مطروح ما بتتشربش، فهو بيجيب الخط الارضي وبيبيعه. يعني مثلا الجيركن اللي هو اللي مش عارفه 6 ده ولا ايه، بيبيعوا 35 جنيه. تمام. فالاسعار يعني انا اعرف ان هو موضوع ان هو في جراكن بيضه كده مربعه بتتعبى وبتدفع رهن وما بتخلصوا الميه دي. في ناس جربتها وقالت لي عليها ان هي مش حلوه ومره جدا. تمام. طبعا انا ما جربتهاش وما اشتريتهاش ومش هشتريها اصلا. فلاحظت ان الجراكن، اسفه على الصوت ان احنا على الشارع العمومي. فالمهم الجراكن بقى اللي نازله اللي هي ال 12 لتر دي اللي هي الكبيره دي، لاحظته ان مثلا ايه، يعني مثلا هشتري نسله مثلا سيان، غطا ازرق وغطا لبني وغطا ابيض وغطا ازرق في ابيض، فطبعا ده اكيد مش شغل شركه، فاكيد طبعا الجراكن دي متعبيه. فالناس يا جماعه اللي بتروح مطروح تخلي بالكم من الميه المتعبيه. طيب انا طبعا ما عرفتش اجيب خالص جراكن كبيره، فطبعا كنت بضحي وبجيب اللي هي ايه الازايز الصغيره دي اللي هي لتر ونص. برضو في شركات مش معروفه. كنت بجيب بقى مقاطعه، بقى هتقولي لي مش مقاطعه، المهم ان انا ما كنتش بلاقي الميه اللي ترضيني. بمعنى ايه اللي ترضيني؟ ان انا الاقي حاجه معروفه اطمن ان انا اشربها. تمام. فطبعا انا رحت من كام يوم، بس طبعا ما صورتهوش، فتح الله جبت ازازه الميه ب 9 جنيه، كانت نسله. جبت نوع تاني مش عارفه اسمه ايه كده، سيوه ولا ايه، ده ما عجبنيش خالص، فقررت بقى ان انا اهتم بموضوع الميه ده شويه. جبته من بقال برضو ده ب 10 جنيه، اي ازازه ميه لتر ونص ايا كان ماركتها ب 10 جنيه. فجبت بركه دي انا بس فتحتها اهيت، دي ب 10 جنيه. جبت لسه طالعه دلوقتي من تحت لما بجيب الحاجه، جبت دي لقيت عنده اكوافينا. اكوافينا هي شركه معروفه، انا ما اعرفش بقى مقاطعه مش مقاطعه، المهم ان انا اشرب يعني. فجبت دي اكوافينا ب 10 جنيه برضو. كان في بركه، كان في ايه مع بركه ماما؟ حياه. كان في حياه يا جماعه برضو بال 10 جنيه لتر ونص. تمام. فمعلش استحملوا بقى الناس اللي بتروح مطروح تستحمل شويه موضوع الميه ده، ويخلي بالهم يا جماعه، خلي بالكم من الميه. تمام. الحاجه الثانيه، رحت جبت نعناع. طبعا ما اقدرش اروح مطروح، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هموت واجيب زيتون كمان. الزيتون مش حلو خالص تقريبا، مع غلو الاسعار الناس ما بتشتريش، فتحسوا ان الزيتون عندهم مركب حادق جدا 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 فوق الوصف، لدرجه ان انا دوت زيتونه عند واحد يعني بيبيع زيتون عليه زحمه ب 120 جنيه، ومن كتر الحدقان بتاعها طريه جدا وشربه كميه ميه غير طبيعيه، من كتر الحدقان بتاعها حسيت ان اللثه التهبت. طبعا ما اشتريتش زيتون مع ان انا جايه وهنا وقصدا ان انا اشتري زيتون، فما عجبنيش خالص الزيتون. تمام. النعناع بقى يا جماعه، طبعا انا ما اقدرش اجي مطروح ما اجيبش نعناع، ان انا بموت في حاجه اسمها نعناعه يا مطروح. الله عليه، انا عايزه اقول لك اقول لكم ان انا ريحه طالعه كده من جوه الكيسه.
فطبعا انا لقيت اكياس كده صغيره كده قد كف الايد كده ب5 جنيه، بس انا ما عجبنيش لسبب، انا كنت هنا من 4 سنين تقريبا، كان بيبقى عود وفيه الورق بتاعه، فضلت ادور عليه مش لاقياه عند كل العطارين، مش لاقياه. تمام، كل اللي موجود مفروم. يعني معلش انا لما اجي اعمل كوبايه الشاي هحط فيه النعناع، هتشربيه بنعناع وكده، فالموضوع مش لطيف، ما عجبنيش. ماما قالت لي هاتيه وخلاص وبيصفيه، معلش انا كل ما هعمل كوبايه شاي هقعد اصفيها، ايه الشغله دي؟ فما عجبني. ماما فضلت الف 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 الف، هسيبكوا يعني. فانا لقيت واحد بيقول ايه نعناع لفف، قلت اروح اشوف ايه النعناع اللفف ده. اهو جبته يا جماعه، انا والله ما فتحته، اقسم بالله ما فتحته، زي ما جبته من عند الراجل لقيته بقى ايه، بصوا يا جماعه لقيته بعيدان اهو، اللي خلاني اطمنت ان هو اللي انا طلبي. بصوا لقيته زي ما باينه اهو معاكي، والورقه بورقتها اهي، انا عايزه الورق ده. تمام، فانا ما فتحتوش، ممكن نفتحوه سوا اهو. يا عم هو قال لي ايه، نعناع لفف. جبتها بكام بقى اللفه دي؟ ب20 جنيه، بس انا ما اعرفش هي فيها قد ايه كميه. الله الله على الريحه اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، عيدان يعني، هو اهو شايفين نزلي الورقه، نزلي الورقه دي كده اهو اهو، باين كده معاكي اهو. تمام اهو. طبعا انا عشان عايزه الفه عشان انزل بيه اسكندريه تاني، فانا ايه مش هفتحها قوي، انا بس حبيت اوريه لكم عشان اعرف اتحكم فيه. تمام، ده يا جماعه جبته ب20 جنيه، احسن بكتير، عايزه اقول لكم بهدل الدنيا. المهم احسن بكتير من الناعم. طبعا دي اذواق ودي حريه، يعني اللي حابب يجيب الناعم براحته، اللي حابب يجيب ده، بس انا بحب ده وفضلت الف لحد ما لقيته. تمام، ما اقدرش استغناشي انا ما اقدرش انزل مطروح. تمام، ثانيه واحده، اسفه بقى على ايه هذا المنظر الغير عاطفي خالص، الا لما اروح عند حلواني يا جماعه، اسمه حلواني دمياط. انا جبت منه من كام سنه كده، وعايزه اقول لكم ان انا لما اجي مطروح لازم اجيب من عنده. استنوا ما اظبط لكم النضاره. اللي وصل للحته دي يا جماعه يكتب لي في الكومنتات ايه بتظبط النضاره، حلوه يا ايه النضاره، تقولي لي حلوه يا ايه عليكي النضاره. تمام، يلا بينا نشوف جبت ايه من عنده. طبعا هو يا جماعه عنده حاجات كتير، هو حتى كاتب اهو حلواني دمياط اهو، باين وانا باينه باين. تمام، كاتب ايه مرسى مطروح، شارع اسكندريه، حاجات زي كده، اصل الحلاوه. يلا نشوف بقى يا جماعه جبت ايه. جبت منه قرص المشبك ده. تمام اهو اهو. هو عنده نوع بالكيلو وعنده نوع اقراص. النوع اللي بالكيلو في عنده نوع ب80 وفي نوع عنده ب100. تمام، بس انا بحب اجيب الحاجه المتغلفه يعني عموما، فانا مش محتاجه اجيب بالكيلو، فجبت قرص يعني على قدي اللي هما ما بتاكلوش، فانا جبت واحد ايه على قدي ب20 جنيه. في عنده نوع تاني في علبه كده بلاستيك. تمام، بيتباعوا الاربعه مع بعض براحتك، عايزه بقى انا براحتكم يعني، عايزين تاخدوا واحد، عايزين تاخدوا علبه براحتك. في علبه فيها 2، في علبه فيها 4، على حسب ما انتوا عايزين. ادي قرص ايه المشبك اللي انا جبته ده، بيبقى حلو جدا، عنده الطري وعنده الناشف. انا جبت الناشف، انا بحب النوع الناشف. في نوع تاني بيبقى طري عنده برضه، يعني اللي حابب ده موجود واللي حابب ده موجود. بصوا بقى اهو يا جماعه، العلبه بتاعته زي ما انتم شايفين، باينه يا ماما العلبه اهي يا جماعه، مكتوب عشان برضو ايه الناس اللي مش عارفه العنوان، مرسى مطروح، شارع اسكندريه، برج اسكندريه. هو هتلاقوه في شارع اسكندريه على طول، واخد هو ايه ناصيه كده. تمام، جبت ايه من عنده يا ايه، جبت ايه من عنده يا ايه اهو يا جماعه. جبت 4 قطع جاتوه زي ما انتم شايفين كده، باين اهو معاكي ولا ايه؟ تمام، الله جبت 4 قطع جاتوه يا جماعه. القطعه دي ب15. تمام اهي. في عنده قطعه اصغر شويه ب12. تمام، بس هي الماتيريال واحد، بس هي في الحجم اصغر شويه، عامله 12 جنيه. تمام، وعنده سويس رول حجمها كبير، بسم الله ما شاء الله كبيره فعلا، تفرق من دي 2 عامله 20. تمام، بس انا طبيعتي ما بحبش السويس رول. هتقولي لي ليه؟ انا هقول لكم ما اعرفش، انا طول عمري ما بحبش السويس رول، بحب انا اكل جاتوه يبقى هو ده. هتقولي لي سويس رول يبقى انا ما اكلتش جاتوه. دماغي بقى يا جماعه، كل واحد دي طقوسه، دي طقوسي. تمام،
برضه انا لو جبت اي حاجه تاني هصورها لكم، هكمل بقيه الفيديو. تمام، ده اللي انا جبته النهارده. هنشوف هنجيب ايه بكره وهنكمل بقيه الفيديو بتاعنا، وانا ان شاء الله هجمعها لكم واعمل لكم فيديو واحد. يلا ان شاء الله بقى نكمل الفيديو بتاعنا. مشتريات مطروح. تمام، جبت ايه يا ايه تاني من مطروح؟ جبت ايه يا تاني يا دي النيل عليا، انا مش عارفه اعمل في نفسي ايه. جبت ايه؟ بصوا بقى، لفيت اسكندريه بحالها على بهارات الفراخ، الهيبرات، العطارين. تمام، سواء سايب سواء معلب، مش لاقيه بهارات فراخ، ولو لقيت بلاقيها كلها قرفه. تمام، فكنت بدور على الجرادل اللي عارفينها، اللي هي مثلا بطعم الجبنه، بطعم الفراخ، مش عارفه ايه، في منها بهارات حواوشي، بهارات كبده اسكندراني، بهارات فراخ. فلقيت بالصدفه والصبح وانا نازله اجيب بقى فلافل كده افطر، بهارات الفراخ اهي. بس كانت بتجيلي البيت وانا قلت اجربها الاول. رحت قلت له يا عم في ب 10 جنيه؟ قال لي اه في ب 10 جنيه. فرحت جبت ب 10 جنيه، عطاني الحبه دول اهو، شايفين؟ شمتها ما فيهاش ريحه القرفه، فقلت هجربها قبل ما اسافر وادوقها. لو عجبتني اجيب بقى ربع كيلو، نص كيلو كده، احطها بقى عندي في برطمان في الثلاجه. كل تعملي بقى فراخ محمره، تحطي كده عليها رشه، فراخ صينيه، فراخ مشويه في الفرن كده مثلا، تقومي ايه حاطه عليها ايه شويه البهارات بقى، تديها طعم ايه خرافه في حته تانيه. تمام، يلا بينا نشوف بقى جبت ايه تاني. جبت ايه تاني يا ايه؟ مع ان انا بروح اصيف يبقى لازم نجيب جيلاتي. طيب طبعا محلات الجيلاتي يا جماعه عامله دلوقتي ايه عروض وحاجات وافتكاسات. بصراحه انا رحت اجيب من بلبن، كنت عايزه اجيب بقى البسطوسه والبمبوزيا والحاجات دي، لقيت ان الكهرباء قطعه والجيلاتي سايحه ومش عارف ايه، وقال لي لما الكهرباء تيجي بعدها بنص ساعه. فانا مش هقعد في الشارع بقى يا جماعه، فقلت ايه احنا عايزين نتحلى، هنعمل ايه؟ نعمله ايه؟ قعدت افكر. انتوا شايفين الكيس؟ بطلوا اللقم. قمت رايحه جايبه ايه؟ عزه. ليه؟ طب انا جبت من عزه لان كان في شارع اسكندريه بلبن على جنب اللي هو مقطوع فيه الكهرباء. تمام، والجنب التاني كان موجود عزه في الجنب اللي فيه الكهرباء. طيب انا اللي لاحظته وانا بشتري وهنشوف ان عزه مهما كانت عنده كهرباء الجيلاتي عنده سايحه. انتوا فاهمين؟ يعني تحس ان هي بتمط، هي نوعها بيمط، مش الجيلاتي اللي ناكلها. فجبت ايه من عنده، ما حبيتش اكتر من عنده. جبت الافتكاسه اللي نازله ايه الجديده اللي هي دي طلعت، خليكي هنا اهي. شايفينها باينه اهو معاكي اهي. دي عباره يا جماعه اسمها بومباستيك، دي عامله 65 جنيه. هي عباره عن جيلاتي كده، هو بيسحبها هي مش رول ولا حاجه، هو بيسحبها بس بمقطع الجيلاتي، يعملها روليه كده. وبيبقى عنده جرادل حاجه اسمها حبيبات. الحبيبات دي في منها بسم الله الرحمن الرحيم تفاح اخضر، في منها كاكولا، في منها فراوله، في منها توت. اربع اطعمه. فبصراحه بيني وبينكم كده يعني انا حبيت اجرب. فهو سالت انا الراجل احسن حاجه ايه؟ فقال لي انا لو عن نفسي هجيب التفاح الاخضر طعمه حلو. قلت له خلاص هات لي واحد تفاح اخضر، زي ما شايفين انا اخضر اهي. تمام، اللي حابب بقى يعرف طعمها ايه وتقييمي ليها ايه يخش على قناتي دوق ودوقني، هنزل عليها الفيديو ان شاء الله. كل حاجه انا جبتها هدوقها فين؟ في القناه التانيه. طيب جبت ايه تاني يا ايه؟ جبت بقى ايه 2 ايس كريم. دي يا جماعه مش فاكره قلت لكم ولا لا، دي عامله 65 جنيه. اي طعم من الاربعه عامل 65 جنيه. دي ايس كريم اهو. بصوا ده التغليف بتاع عزه، ده التغليف بتاع عزه. دول علبتين، دي علبه ودي علبه. العلبه بتبقى عامله كام؟ 25 جنيه. دي اصغر حاجه. عندوش غير 6 اطعمه. صراحه بلبن عنده اطعمه كتير وباللبان وبالفستق لا، عزه ما عندوش غير 6 اطعمه: شوكولاته ومانجا وفراوله، تمام، ليمون ولوتس، ومانجا جدع ماما صاحيه معايا. تمام، هو ما عندوش غير 6 اطعمه دول، فجبت العلبتين دول. تمام، برضه لو جبنا حاجه هنكمل، لو ما جبناش حاجه تاني هننهي الفيديو على كده. تمام، موبايل مؤقت.